السلام عليكم. البروبلم بتاعت النهارده اسمها remove duplicates from sorted array. عندنا sorted array عايزين نشيل منها الاليمنتس اللي متكرره فيها. الاري دي هتجيلي اسمها nums sorted and non-decreasing order، يعني ترتيبها متزايد من الصغير للكبير. remove the duplicates in place هنا لو جينا نبص على التعريف بتاعها باختصار، يعني عشان ما نقراش كل ده، عايزنا نعمل الالجوريثم بتاعه الريموفنج دي، ريموفنج الدوبليكيتس، من غير ما نعمل اري زياده. يعني احنا ممكن بكل سهوله نعمل اري كمان ونشوف الاري الاصليه ايه اللي مش متكرر فيها، او ايه الاليمنتس اللي متكرره فيها، وناخد نسخه واحده منها. لو منها مثلا 3 نسخ ناخد من كل element منهم نسخه واحده بس، ويبقى الاري الجديده هي اللي بدون اي تكرار. بس لا، هو عايزها in place، معناها ان ايا كان حجم الاري نفسها دي، فانا عايز احلها كل مره بدلاله السايز بتاعها، بس مش عايز اكريت اري زياده. فهي دي الفكره. in place يعني جوه الاري دي منها لنفسها من غير ما كريت اري زياده. remove the duplicates in place such that each unique element appears only once. the relative order of the elements should be kept the same، يعني المفروض تكون sorted برضو زي ما هي. وهو عايزنا هنا نعمل حاجتين. الريتيرن نفسه هو عباره عن نمبر، وعايزنا نشتغل على الاري نفسها بحيث نعدل الاليمنتس اللي فيها، نشيل التكرار. فهو عايز الحاجتين دول. حتى هو مورينا هنا الكود اللي هيعمل فاليديشن للالجوريثم اللي احنا هنعملها. الفاليديشن هنا هيكون على حاجتين: الكي اللي هنرجعها او اللينث يعني بتاع الاليمنتس اللي هنرجعه، ده هيبقى عدد الاليمنتس اليونيك، وكل اليمنت هيتشيك عليها يشوف هل هي زي الاكسبكتد ولا لا. لو نلاحظ هنا هو في الاكزامبلز مثلا في الاوتبوت هنا مدي في الاخر اندرسكور، في الاخر هنا اندرسكورات. الاندرسكورات دي اللي هي ايه؟ اليمنتس ملهاش لازمه، مش هنبص عليها اصلا. هو عايزنا بس نرجع له اللينث بتاع الاليمنتس. يعني في الحاله دي مثلا هنا هي 5، وحاطط لي في الاول 0 1 2 3 4. لو جينا نبص على الانبوت مظبوط، هي 0 1 2 3 4، ده المفروض بدون اي تكرار. اي اليمنتس بقى بعد دول مش هيبص عليهم، يعني ممكن ارمي في الاخر اي تكرار او اي حاجه مش هيبص عليهم، هو هيبص بس بنفس اللينث اللي انا هرجعه له في الريتيرن. طيب، والكونسترينتس هتبقى النمز دوت لينث من 1 ل 3 في 10 اس 4، مش مهمه قوي، بس دي تدينا معلومه مهمه ان النمز دوت لينث مش هيساوي 0، هو اقل حاجه له 1، فدايما في لينك. والنمز اوف اي ما بين سالب 100 ل 100، مش مهم قوي. والنمز سورتد دي عارفينها. الحل هيكون عامل ازاي؟ الحل اللي انا عامله مش اوبتيمال قوي لان انا مستخدم فيه سبلايس، بس هنبص كمان شويه على حل تاني احسن شويه، يعتبر نفس الفكره بس من غير سبلايس. هي الفكره كلها ايه؟ هي البروبلم كمان ايزي، يعني مش صعب. انا هيكون عندي لوب هبدا فيها الاي بواحد، ممكن ابداها بزيرو عادي، بس انا بادئها بواحد وعامل الاي اقل من نمز دوت لينث، لان انا هقارن ما بين كل 2 اليمنتس جنب بعض. ممكن ابداها باي بتساوي 0 واعمل اي اقل من نمز دوت لينث ماينس 1. ايا كان الابروتش هو كله نفس الحاجه، واعمل هنا اي واي بلس 1. بس هي الفكره كلها اني هقارن ما بين كل 2 اليمنتس جنب بعض، لو متساويين يبقى ده معناها في تكرار، هقوم عامل سبلايس هنا عند الاندكس اللي انا عنده ده. سبلايس هنا معناها ان انا بمسح الاليمنت خالص، بشيله لانه مكرر فمش عايزه معايا. طيب else ازود الاندكس بقى. طيب انا ليه بزود الاندكس في حاله ان مفيش تكرار؟ لو مفيش تكرار ده معناه ان الاليمنت ده خلاص يونيك، مفيش غيره، فده معناها بقى ان انا انقل على واحد بعده اتشيك عليه. اي حاله غير دول انا قيمه الاي ثابته، انا عند نفس الاندكس، لان انا كل شويه انا همسح عند الاي. فما دام بمسح عند الاي وبقارن باللي قبلها، فكل شويه القيمه اللي عند الاي دي هتتغير. وبرده نمز دوت لينث انا حاططها هنا مش في متغير قبلها، لان نمز دوت لينث هتتحسب دايناميكلي كل مره. لو اللينث مثلا في الاول خالص كان ب8، وفي لفه من اللفات مسحت عنصر، هتتحسب تاني هتبقى 7، مسحت عنصر كمان تتحسب في اللي بعدها 6، وهكذا. فمهم ان احنا نحط نمز دوت لينث هنا لانها هتتعمل لها ابديت كل مره. وعشان كده برضو انا عملت وايل من غير فور، الوايل هنا منظمه اكتر شويه. وفي الاخر هرجع له الاي هنا هي بتمثل لي الكاونت بتاع النمبرز اليونيك اللي عندي. حتى لو مثلا النمز اللينث بتاعها بواحد والاي هنا بواحد، اللوب دي اصلا مش هتتعمل لان انا عندي اليمنت واحد بس، فرجعه فهريترن الاي على طول. وايا كان بقى اللينث الالجوريثم هتشتغل مظبوط. لو جينا نعمل سبميت، طبعا سرعتها بطيئه جدا. لو جينا نبص على اسرع حل، هو هنا تقريبا عشان ما بصش على الكونسترينتس قوي فحط الكونديشن دي، بس الكونديشن دي في حاله ليد كود هنا في البروبلم هنا ملهاش لازمه، تمام. لكن لو في ابلكيشن في الريل وورلد يبقى ليها لازمه.
عادي. بس هنا في حالتنا هنا ملهاش لازمه، لان الكونسترينتس موضحه ان اقل لينث عندي بواحد، دي عمرها ما هتتنفذ. عامل هنا ابروتش شبه التو بوينترز كده، عامل 2 اندكس، واحد اي وواحد جي، الاي عند الزيرو والجي عند الواحد، وكل شويه كل شويه هيقارن ما بين الاليمنت اللي عند الجي والاليمنت اللي عند الاي. لو لقاهم مش متساويين فهيزود الاندكس بتاع الاي ويقول اللي عند الاي هيساوي قيمه اللي عند الجي. الالجوريثم دي فايدتها ايه؟ فايدتها انه هيعمل زي كوبي لكل الاليمنتس الفارده من نوعها او اليونيك في مكانها الصح، مش هيمسح حاجه، هو هيعمل كوبي لكل اليمنت في مكانها الصح. بس هو ما بيمسحش، هو هنا بيستغل حته الاجنورنج. هنا بيقول the first k elements of nums should contain the unique numbers in sorted order, the remaining elements beyond index k-1 كان بيجنور. فهو بيستغل الحته دي، احنا ما استغلناهاش، حلنا حل جنرال شويه، ولكن هو بيستغل هنا حته ان اي اليمنتس بعد الكي ماينس 1 هتبقى اجنورد خالص، فبالتالي اي اليمنتس بعيد خالص مش هتهمنا، يهمنا بس الاليمنتس اللي عند ايه الار، وهيرجع لي في الاخر الاي بلس 1. اي بلس 1 هنا لانه بادئ باي بتساوي 0، فالاي بلس 1 دي هتمثل لي الكاونت بتاع كل الاليمنتس اللي معايا اللي هي يونيك. وبس كده، شكرا.